ولما بيصحى بيلاحظ ان نارو بتستخدمه كطعم وبتسيب له المسدس معاه، لكن المسدس بيبقى فاضي. وفعلا بيوصل المفترس ويهاجم الراجل ويقتله، وما بيبقاش حاسس بوجود نارو اللي بتكون واقفه ورا ظهره وبتضربه بالمسدس اخيرا بعد ما اتعلمت استعماله. ده ما بيكونش كفايه ان هو يقتله، لكن بيوقع منه القناع اللي نارو بتاخده وتطلع تجري في الغابه. المفترس بيفضل ماشي ورا اثار الدم اللي وقع من القناع وبيطلع فخ، ونارو بتهجم عليه من فوق وتفضل تضربه، لكن بيوقعها على الارض. بيكون هيهاجمها بالدرع بتاعه، فبتستخبى بين صخرتين والدرع ما بيطولهاش. ساري بيظهر ويعمل نوش، واللي بيخلي المفترس يتشتت للحظه، ونارو بتزقه برجلها ويقع في الرمال المتحركه. وطبعا ده ما بيكونش كفايه ان هو يقتله. المفترس بيحاول يضرب نار على نارو، لكنها بتستخدم القناع بتاعه عشان تعكس اتجاه الرصاصه وتقتله بيها، وبتقطع راسه وتروح بيها للقبيله، وبتحذرهم من الفرنسيين وبتقول لهم ان هم لازم يسيبوا المكان. بيوافقوا ان هم يسيبوا المكان، لكن قبل ما يمشوا بيعملوا لها احتفاليه، وبيقتنعوا ان البنات يقدروا هم كمان يبقوا صيادين. وبيظهر ان في سفن فضائيه تانية كتير بتقرب من كوكب الارض.